اوعى تمد عينك الى ما متع الله به قوما غيرك، واحترم قدر الله في خلق الله، واعلم انك ان فرحت باي نعمه عند اي احد يجيئك خيرها يطرق بابك. عايز تخلي نعمه الناس دي كلها تخدمك وتبقى عندك، حبها عندهم. ان احببت النعمه دي عند صاحب النعمه تجي لك لحد، وان كرهتها تأبت عليه، لان النعمه لصاحبها اعشق له منها. تقول ما تروحلوش ده ابدا، تاخدها ليه؟ طب انت تاخدها ليه؟ انت ما انت كرهت تاخدها ليه؟ يبقى اذا اللي عايز خير الناس يجي له يحب الخير عندهم. ليه؟ قال لك لانك انت ان ما حبتوش المنعم عليه ده ذنبه ايه؟ له ذنب؟ مالوش ذنب. يبقى اكنك انت بتتأبى على قدر المنعم، وما دام تأبيت على قدر المنعم يقول لك والله لا حرمك منها ولا خليك تشوف منها حاجه، انما عايز تحبها، عايز تجي لك ايه؟ حبها. ولذلك لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا. وهناك آية ثانية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلوا كل واحد ياخد ايه؟ ليه؟ لان كل واحد واخد في الفلك المهمه التي لا بد ان الحياه تعوزها، وانت فيك خصال احسن من اللي انت بتحسده، بس انت يمكن مش متنبه ليه. احنا قلنا ان ربنا وزع اسباب فضله على خلقه، لانه هو لا عنده صحبه ولا عنده ولد، يبقى كل الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء. مديلهم، انت عارفين مجموع كل فرد زي ما قلنا زمان يساوي مجموع كل فرد، بس ده واخد 10 على 10 في كذا الصحة، وده واخد 10 على 10 في الذكاء، وده واخد على 10 في القوة، وده واخد في الحلم، وده واخد في العلم، وده واخد في الحرفة والعضلية. يبقى كل واحد واخد ايه درجة. ليه؟ قال لك لأن حركة الحياة تتطلب أفعالا شتى. احنا ضربنا مرة مثل بالإيد اليمين والشمال. امسك المقص كده بإيدك اليمين وقص ضوافرك، شوف أتفه حاجة ايه. امسك الايد الشمال وقص ضوافرك، تلتفت تلاقي ايد اليمين تكملها مرنه على الحركه وبتعرف تمسك المقص كويس، تروح قصلك الايد الشمال ايه؟ مظبوط. تعالى بقى بايدك الشمال وعك في ايدك اليمين، دي تطلع مش عارف الله. يبقى حسنها، حسن اليمين راح لمين؟ يبقى اذا رايت واحدا حسنا في صنعته فاحمد الله، لان حسنه هيعود عليك انت، ويمكن ما يعودش عليه هو. ما تحسدوش، قول الله يوفقه، والله مش عارف ايه، الله ايه، الله ايه، عشان الامور ايه؟ تمشي.